بص هي هانت خلاص، هانت فاضل لها كام ماتش كده وايه، ونتسلى بقى ونعمل بقى الممرات الشرفيه اللي احنا عايزين نعملها. تشيلسي يعملها، ارسنال يعملها، ايا كان الفريق اللي هيعملها. فهي هانت، فاضل لنا ماتشين، ماتش ليستر وماتش توتنهام، ويبقى كده ايه، خلصنا الدوري. فاحنا كده يا جماعه بالاول كده بنقول ايه، ليفربول ان شاء الله كسبان الدوري. فبسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا يلا بينا. ازيكم عاملين ايه، اخباركم حبايبي حلوين؟ كل سنه وانتم طيبين. وكل مشجعين ليفربول هانت، اللقب العشرين هان، قربنا باذن الله نكسب بعد ماتش النهارده. بغض النظر عن الاداء في الشوط التاني، بغض النظر عن التغييرات اللي ملهاش اي معنى اللي هو عملها ارني سلوت النهارده، بس الحمد لله ربنا ستر وكسبنا ماتش من الثلاث ماتشات. وتعادل ارسنال مع برينتفورد امبارح سهل المهمة النهارده ان ليفربول يبقى فرق 13 نقطة، فالحمد لله. فاذا وصلك الفيديو بقى في البداية بقى قبل ما نخش ونتكلم وبتاع، ادينا لايكايه شرايه، مش لايكايه واحدة يعني، اكتر كده. عايزين مثلا 10,000 لايك، 80,000 شير كده يا جماعة بقى، كومنتات وسبسكرايب وبتاع. ظبطوا الكلام ده، احنا هنكسب الدوري، ده احنا هنكسب الدوري ان شاء الله. يعني الدوري رقم 20 ليفربول هيكسبه، فخليك حلو كده، خليك حلو معانا كده وايه وصحصح. في البداية الماتش نتكلم عن ليفربول النهارده. الشوط الاولاني كان بيرفكت ممتاز، ليفربول عمل فيه كل شيء، لعب اداء ونتيجة وتحرر بمراكز ولعب بالكورة وتفريغ مساحات وكل حاجة، شفناش اي خطورة من ويست هام. وقدرنا ان ليفربول يكسب كمان، ان هو يجيب جول من كرة لعبها محمد صلاح للويس دياز، ودخل لويس دياز حطها جول. تمام 100. تكمل بقى، المفروض انت في الشوط التاني بقى وتبدا تضغط وتحط الفريق بتاع ويست هام في نص ملعبه، وتكمل تحط التاني والتالت وبتاع. يجي ارني سلوت لا هي غالبا في عاده قرع، في عاهه في القرع الايام دي. يقول لك لا، انا برضه اعمل كده، انا هرجع لورا يا جماعه، وانا مش هلعب باللعب اللي انتوا فاكريني هلعب فيه واضغط بالضغط العالي واكمل وبتاع. لا، انا هسيب الكوره واسيب الاستحواذ لويست هام. يا عم ليه يا معلم، انت بتلعب في انفيلد، بتلعب في ملعبك انت ليه بتعمل كده؟ مزاجي كده. تمام. يغير بعد كده تغيير سيميكاس بروبرتسون، اللي انا مش فاهمها، مش لاقي لها اي معنى بصراحه، انا حتى الان مش لاقي لها اي منطق. طب هو سيميكاس كان وحش؟ لا. طب هل روبرتسون لما نزل اضاف حاجه؟ لا، حط فينا جول. ايه يا معلم فيه؟ ما هو مش كده. ماشي، يمكن يبقى عنده وجهة نظر احنا مش شايفينها، بس انا شايف ان هو تغيير 1,000,000% غلط. بعد كده خرج جوتا، اللي هو اصلا انت بدأت بجوتا ليه؟ ما تبداش يا عم بجوتا، ما تلعب بدياز وخاكبو وصلاح زي ما انت بتعمل. وشوف بقى، جوتا اصلا مستواه سيء بقاله كتير. وسط الماتش كده هتنزله مش هتنزله؟ طلع جوتا ولا طلع دياز ونزل بعد كده جوتا، او طلع خاكبو، ايا كان يعني. هتطلع مين لو بدأت بخاكبو ودياز وصلاح؟ شوف هتضيع مين، هتطلع مين فيهم، يا دياز يا خاكبو، ونزل مكانه جوتا، ده لو انت عايز. وبعدين يا معلم، هو كيزا ده في حاجة ما بينك وما بينه يعني؟ كاتب عليه انت شيكات مثلا يعني؟ لقيته في وضع مخل في قبل كده، فاهم، مع حد في عيلتكو، فانت مش عايز تعمل بأي حاجة تخليه يلعب في ايه يا معلم؟ في اليوت برضه بتلاقي كيرتي جونز. يا عم ارحمنا بقى، يا عم ارحمنا بقى من العالم دي بقى، من اشباه اللعيبه بقى، كيرتي جونز و... و... كوانسا ايه، ارحمنا بقى يا معلم بقى، كفايه بقى يا عم سلوت بقى، مش كده يعني. انا مش هتكلم كتير في الكوره النهارده علشان خاطر ايه، الماتش عدى، الماتش عدى والحمد لله، فاهم، الدنيا مشيت، اتكلفت الماتش وكسبنا. كورة فان دايك بعد كده، الجول اللي عمله هو وروبرتسون، اللي هما الاتنين داخلين معرفش هما بيعملوا ايه، هما الاتنين ما حدش فيهم يتكلم مع التاني ليه، حطوها خبطت، حطوها هما الاتنين في الجول. طيب بعد كده ربنا ستر، وماكاليستر كورنر اتلعب، دخل فيرجيل فان دايك حط الجول بفضل يعني، فاهم، الحمد لله بفضل الله ان هي دخل الجول وكسبنا 2-1. فالماتش عدى، مش عايز اتكلم فيه كتير، مش هيبقى امبارح الاهلي والنهارده ليفربول، فايه انا مش طالبه معايا خالص.
فحلو قوي لحد كده. نركز بقى في الماتشين الجايين، فاضل ماتشين، ليستر بره ونوت توتنهام على ارضنا. فانت فاهم تخش بعد كده ماتشين تشيلسي وارسنال، تحط رجلي على رجل. يعني اقول لك على حاجه، هات العيال بتاعت الاكاديميه بعد كده لعبهم بقى، قول لهم بصوا انزلوا العبوا مع الفرق دي، وانا خلاص اللعيبه بتاعتي دي، اللي عايز يروح ياخد اجازه، اللي كان عايز يتجوز يروح يتجوز، اللي عايز يسافر ويكبر دماغه، يعني تمام. بس نركز خلاص هانت. فمش عايزين عك، الله يبارك لكم. الواحد ما بقاش مستحمل يا جماعه. بص مش هيبقى الاهلي وليفربول، لا كده صعب. كده والله يبقى صعب. فايه، يلا بينا. وان شاء الله الفتره اللي جايه ليفربول يكسب الماتشين اللي فاضلين ويبقى خلاص تمام ان شاء الله. طيب كنت قايل لكم ان هيبقى في بودكاست ان شاء الله مع مصطفى. لسه مش عارف هينزل امتى، بس ربنا يسهل هننزله. وهنبقى عايزين نعمل حاجه كده برضو ايه بقى، يعني يا ريت تقولوا لنا بقى في الكومنتات، يعني الموضوع ده بجد مهم، وعايز الناس تقول لنا في الكومنتات. هنعمل كده بودكاست برضو، بس هيبقى اسمه بودكاست الهبد. اي حد عايز يهبط في اي حاجه، يعني الناس هتكون مش هبد يعني اي كلام، بس هيبقى الناس ما فيش سكريبت مكتوب، يعني هيبقى الناس داخله بتتكلم على الله. هيبقى احنا كلنا على الله، بس هتبقى فاهم بتتكلم ايه براحتها، اللي عايز يقول كلمه يقولها، اللي عايز يعمل. فقولوا لنا لو حابين نعمل الكلام ده، قولوا لنا نعمله. يبقى فيه بس نوع من انواع الفكاهه والكوميديا، وهتلاقي ناس جميله ولطيفه وكله بيقول كلام حلو، يعني في معلومات برضو، ولكن هيبقى الدنيا سهله باذن الله. اخر حاجه ان ميلوش كيركيس لاعب بورموث خلاص بنسبه 99.9 قرب جدا من ليفربول من الموسم القادم، وهو اتفق مع النادي على كل حاجه، وغالبا الصفقه شبه محسوم، فده اخبار كويس. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى تعملوا اللايك تاني والشير سبسكرايب والدلع وبتاع كده. عايزين نوصل الفيديو ده مثلا 10,000 فيو النهارده، 50,000 لايك، 50 بس مش كتير، ونعلي شويه الريتش بتاع القناه في السبسكرايب. تمام. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اكتبوا لنا في الكومنتات على موضوع بودكاست الهبد ده، لو عايزين فعلا نعمله هيبقى حاجه حلوه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.